ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية أنه لما جاء خبر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى معاوية، علم بذلك معاوية لما قتل علي من قبل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم لا رحمه الله، فبكى بكاء مرا، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ أي كان بينكم خلاف، حصل بينهم خلاف كما في المعركة المعروفة في صفين. فقال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وقد طلب معاوية مرة في خلافته رضي الله تعالى عنه بعد قتل علي، وقد طلب معاوية رضي الله عنه في خلافته من ضرار الصدائي أن يصف له عليا، لأنه كان من المقربين عند علي، فحال به الحال إلى أن وصل إلى معاوية فأكرمه معاوية، فقال: صف لي علي بن أبي طالب كيف كان؟ قال: اعفني يا أمير المؤمنين، أي ربما إذا وصفته ونعته لك ربما ستغضب مني. قال: لا تصفنه، لا بد. قال: أما إذا لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد أنه قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السقيم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك كثير، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية رضي الله عنه وقال: رحم الله أبا الحسن، وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ ولا حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية، فأدخل بيتا وأجي في الباب، أرد وأغلق، وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. رضي الله عن علي وعن معاوية وعن جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهما عينان في جسد، وإن حصل ما حصل بينهما وحصل فيما حصل بينهم فإنهم تحت دائرة الإيمان وتحت دائرة الإسلام وتحت دائرة الصحبة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله مؤمنين، وكلهم على خير، ورضوان الله تعالى عليهم جميعا وعن جميع سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخيبة كل الخيبة في من تنقص صحابة رسول الله أو أساء إليهم من قرب أو من بعد.